بقالي فترة بعمل فيديوهات من قلب البرمجة زي المصطلحات ونشرح حاجات في الأكواد وكده. فخلينا بقى النهاردة نطلع بره شوية قوي، نبص البرمجة من فوق بقى. فلو انت لسه بادئ تتعلم برمجة او لسه بادئ تفكر في الموضوع فالفيديو ده ليك. بص بقى يا سيدي، اول حاجة كده البرمجة دي مش مجرد حاجة واحدة، لا ده تخصصات كتير قوي. ممكن تعمل AI، ممكن تعمل برامج ألعاب مواقع. في حاجات كتير قوي ممكن انك تتخصص فيها في البرمجة. فالبرمجة دي مش مجرد شيء واحد، دي حاجات كتير قوي. فخلينا بقى نخش ونفصص الحاجة اللي أنا فيها وهي المواقع. أول حاجة كده ده اسمه مجال الويب. فلو فتحت أي موقع من اللي بتخش عليهم كل يوم وبصيت عليه فتلاقي ان في الموقع ده الوان وزراير واماكن بتكتب فيها، زي اللي بتكتب فيها الايميل، بتكتب فيها رسائل، بتكتب فيها حاجات كتير. وهتلاقي بقى الوان وهتلاقي حاجات شكلها حلو في الموقع وكده. ولما بتكتب حاجه في الموقع فالحاجه دي بتتخزن في مكان انت مش عارفه. لما بتيجي ترجع تاني الموقع فبتلاقي مثلا فاكر الباسورد بتاعك، الايميل بتاعك، وحاجات زي كده. فاحنا عندنا الموقع بيتقسم لجزئين: جزء اللي هو الواجهه، الحاجه اللي بتبقى ظاهره قدامك وفي وشك على طول، وجزء تاني بيكون في الخلفيه، بيكون في الظهر، اسمه الباك. فهم الحاجتين الاتنين من اسمهم. الحاجه الالوان والاشكال والحاجات اللي ظاهره قدامك دي جزء الفرونت، انما الحاجات اللي مستخبيه، الحاجات اللي بتتخزن، العمليات بقى البرمجيه اللي بتتم دي كلها بتكون في الخلفيه، فعشان كده اسمها جزء الباك. فاحنا كده قسمنا الموقع لجزئين اتنين، جزء فرونت وجزء باك. فخلينا بقى ندخل جوه جزء الفرونت ده ونبص عليه بصه كده. اول حاجه جزء الفرونت، انت عندك حاجات ظاهره قدامك، زراير، اماكن بتكتب فيها، كلام مكتوب، نصوص، عناوين. كل الحاجات دي بتتعمل بحاجه اسمها HTML، ودي الحاجه اللي انت غالبا لو هتبدا تتعلم ويب فدي الحاجه اللي هتبدا تتعلمها في جزء الفرونت كفول ستاك ديفلوبر يعني. فال HTML تقدر ان انت تعمل الحاجات اللي زي كده، وال HTML من اسهل الحاجات اللي هتتعلمها في البرمجه. ليه؟ لان كل حاجه بالنص. يعني مثلا لو هتعمل زرار فالزرار اسمه بالانجليزي بوتون، فانت لما تيجي تكتبه ككود فانت تعمل 2 بوتون وتحطهم جوه علامتين اصغر واكبر. فكده يا باشا انت عملت بوتون، وتقوم جاي كاتب جواه الكلمه اللي بتعوز انها تظهر جوه الزرار. فالموضوع اسهل مما تتخيل. ولو عاوز تعمل مكان تكتب فيه كلام فهتكتب انبوت تايب تكست. انبوت، النوع الانبوت ده ان هو تكست او نوعه باسورد او نوع اي حاجه انت عايزها. فالموضوع في ال HTML اسهل مما تتخيل. تاني حاجه بقى الانبوتس والزراير والحاجات اللي موجوده دي كلها واخده شكل حلو كده ومتلونه بلون كويس، وتلاقي الدنيا كلها لايقه مع بعضها. فعلشان تعمل الالوان والاشكال والحاجات اللي متناسقه دي، والحاجات اللي الموقع مرصوص وكل حاجه شكلها حلو، فبنروح لتاني حاجه وهي ال CSS. CSS برضو ما فيهوش اي حاجه صعبه، ما فيهوش لوجيك، كلها حاجات سهله. فانت مثلا لو عايز تدي للزرار ده لون، فانت الاول عايز تسمي الزرار عشان لما تروح تديله اللون تكون عارف اسم الزرار ده ايه، عشان ما نديش اللون ده لحاجه تانية غيره. فاحنا عشان نسمي الزرار ده فبنسميه من خلال حاجه اسمها كلاس. فبنكتب كلاس اسمه كذا، وليكن مثلا اسمه احمد. فنروح بقى لفايل ال CSS والنادي لاحمد اللي هو الكلاس اللي احنا عملناه، ونقول له الكولر بتاعك يا سيدي بلو. فكده الكولر بتاع الزرار بقى بلو. فالموضوع بسيط خالص. والحاجه الوحيده الصعبه في السي اس اس ان الحاجات كتير، فانت ممكن انك تنسى شويه حاجات. بس طبعا مع وجود الاي اي دلوقتي انسى يا باشا براحتك، هو يفكرك. وبدل ما تقعد بقى تسمي وتروح تدي الاسم والحوارات دي كلها، هم عملوا لك حاجه ابسط من كده بكتير، وهي اسمها بوت ستراب. في بوت ستراب هم جمعوا لك شويه حاجات من سي اس اس وعملوه لك بحاجات بسيطه. شفت المكان اللي انت بتسمي فيه الحاجه عشان تدي لها لون او ديزاين معين، اللي هو الكلاس، انت دلوقتي بقيت من الكلاس ده تقدر ان انت تدي الحاجه اللي انت عايز تعملها على طول. يعني بدل ما تكتب اسم الكلاس انت هتقول له لا الكلر بتاعك هيكون كذا، فانت كده لونته. فالبوت ستراب سهلت كل حاجه في السي اس اس. فكده احنا عملنا الشكل وعملنا الوان وقدرنا ان احنا نعمل كل حاجه في الموقع بتاعنا من خلال الثلاث حاجات دولت اللي هم ابسط من اي حاجه. ومع الاي اي فهم حقيقي بيتعملوا لوحدهم من غير ما انت تتدخل ولا تتعب نفسك وتكتب كود بايدك. بس دلوقتي الموقع بتاعنا كله استاتيك، مفيش اي حاجه بتتحرك، مفيش اي حاجه بتروح وتيجي. لو كتبت كلام وعملت ريفريش فكل ده هيتمسح. فالموقع بتاعك كده مجرد منظر قدامك. فدلوقتي عشان يبقى الموقع بتاعك دايناميك وكل الحاجات دي تشتغل والكلام اللي تكتبه يتخزن في داتابيز والايميل بتاعك يتعرف والباسورد وكل الكلام ده عشان يشتغل فعلا ويكون شغال زي اي موقع، فانت تحتاج لحاجه اسمها جافا سكريبت، وهي لغه البرمجه اللي انت هتتعلمها في الفرونت. فالجافا سكريبت هي من اصعب ما يمكن بصراحه، دي بقى الحاجه الوحيده اللي مش ينفع تقول عليها سهله. فالجافا سكريبت هي اللي بتربطك بجزء الباك اللي هو بيبرمج الدنيا وكل حاجه.
هو اللي بيربطك للاي بي اي. الاي بي اي ده المكان اللي بيروح ليه كل الداتا اللي انت بتدخلها في الموقع تروح لجزء الباك. فالاي بي اي ده رابط بين الفرونت والباك. طب ايه اللي يقدر يوصلك للاي بي اي، اللي يقدر يربطك بالاي بي اي عشان يوديك لجزء الباك؟ هو الجافا سكريبت. فانت في الجافا سكريبت بتربط الاي بي اي بتاعتك بجزء الفرونت. تقدر ان انت بقى تربط المكان اللي بتسجل فيه في الفرونت، فالبيانات اللي انت بتدخلها تروح لجزء الفرونت وتتخزن هناك، فلما تيجي ترجع تاني تلاقي بياناتك متسجله والايميل بتاعك محفوظ. فاحنا كده خدنا نظره سريعه على جزء الفرونت. انت كده عرفت ازاي الدنيا في جزء الفرونت شغاله. فخلينا نطلع لبره تاني كده ونروح للموقع اللي احنا كنا بنبص عليه. كده احنا شفنا النظره بتاعه الالوان والاشكال وكل حاجه ظاهره قدامك، كل حاجه شكلها حلو. نروح بقى لجزء الباك، الجزء المستخبي اللي ما بيظهرش، اللي بيتم فيه كل عمليات البرمجه. اول حاجه كده لازم تعرفها في الباك انه مفيش اي حاجه سهله في الباك للاسف. كل الحاجات من اول حاجه تتعلمها، وهي انت غالبا هتبدا في الباك بالسي شارب مثلا. لو انت هتتعلم سي شارب يعني، فانت هتبدا بالسي شارب، وهي طبعا ما فيهاش حاجه سهله. فانت هتتعلم السي شارب كلغه برمجه تبدا ان انت تبرمج بيها الدنيا بعدين. حلو. هتعلم السي شارب وهتعلم او او بي عشان تنظم الكود بتاعك. فالاو او بي هو الاساس بتاع جزء الباك، لانك بتقدر تنظم بيه كل الدنيا، وعشان لو بعد كده عوزت انك تطور الموقع بتاعك او تعدل الحاجات فيه فيكون الموضوع سهل وبسيط، لان الموقع بتاعك مرصوص من خلال الاو او بي. كل حاجه متنظمه ومرصوصه وكل حاجه معروف مكانها فين. نيجي بقى بعد ما عملنا الكود بتاعنا ونظمنا الدنيا كلها، فانت عندك حاجه اسمها انتيتي فريم ورك. فالانتيتي فريم ورك دي هي اللي بتربط بقى بالداتابيز او السيكوال سيرفر. السيكوال سيرفر ده البرنامج اللي بيتخزن فيه كل حاجه، ده اللي بيتعمل فيه الداتابيز بتاعتك، وبتقدر انك تتحكم فيها، وممكن كمان انك تعمل فيها الاستعلامات بتاعتك، او ممكن انك تعملها من خلال اللينك يو في الاي بي اي فريم ورك. فانت كده عندك طريقتين تعمل بيهم الاستعلامات بتاعتك، وممكن انك تعمل بيهم الداتابيس بتاعتك. اما تعمل كود فيرست او سيكوال فيرست او داتابيس فيرست. انت عندك الطريقتين دولت، لا اما تعمل الداتابيز من خلال برنامج السيكوال سيرفر في الداتابيز، لا اما تعمله من خلال الكود بتاعك في الاي بي اي. فالطريقتين زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف بينهم، بس كل واحد بيرتاح في طريقه منهم. في بيحب يكتب الكود بتاعه جوه الكود عادي زي ما هو شغال، مش هيروح لسه يفتح برنامج تاني ويكتب كود بطريقه مختلفه. وفي واحد تاني بيحس لا ان السيكوال الاستعلامات بتاعته سهله، واقدر ان اعمل الداتابيز بسهوله اكبر من كل الحوارات اللي بتعمل في الكود. فاللينك يو بيكون اصعب شويه بس فيه تحكم اكتر من السيكوال. بعد كده عندك الاي بي اي فريم ورك. الاي بي اي فريم ورك بتلم كل الحاجات دي. انت بقى بتجمع كل الحاجات اللي انت اتعلمتها سي شارب اللي هي لغه البرمجه الاساسيه اللي تشتغل بيها جوه الاي بي اي، و الاو او بي طبعا اللي بتنظم بيها الكود بتاعك، وكمان الانتيتي فريم ورك، وكمان اللينك يو. كل الحاجات دي بيتجمعوا في مكان واحد مع تنظيم معين عشان تطلع بيه في الاخر الاند بوينتس. الاند بوينتس دي بقى اللي بتتبعت للفرونت عشان يربطها بالموقع، عشان الخانات الفاضيه اللي بتكتب فيها والكلام بتدوس انتر، اللي بتكتب الكلام معين في الموقع بتاعك وبتدوس انتر فالكلام يختفي او يروح يتعالج في الباك ويرجع لك بنتيجه معينه. فكل ده ما بيتمش على الفاضي، كل ده بيروح لجزء الفرونت، يروح يتبعت للاي بي اي اللي هي الاند بوينتس اللي جايه من الباك للفرونت، فيروح هناك يتم معالجه معينه، يروح يتاكد منه بالداتابيز، يرجع لك بنتيجه تروح للفرونت، الفرونت يعرضها لك في الموقع بتاعك. فكل ده بيتم في اقل من الثانيه عشان يوصل لك. طبعا الوقت المستغرق في العمليه دي على حسب الكود اللي انت كاتبه. في كود ممكن يعمل العمليات دي بسرعه، وكود تاني ممكن يعملها ببطء، فعلى حسب المبرمج وعلى حسب انت استخدمت او بي صح ولا لا. ونيجي لاخر حاجه بقى وهي الام في سي. بدل ما تعمل اي بي اي واند بوينتس وتوديها للفرونت وتربطه بجزء الفرونت تعمل كل العمليات دي، انت بتقدر انك تعمل جزء الفرونت معاك في الباك جوه الام في سي. تعمل جزء الباك، تعمل الفرونت، تربطهم ببعض، تعمل كل الكلام ده جوه الام في سي وتطلع موقع متكامل معاك في نفس الوقت. بس المشكلة ان الموضوع ده مش عملي. الموضوع ده بيتم في المشاريع الصغيرة اللي مش محتاجة مواويل كتير، فانت تشتغل بيه بس قليل، وفي شركات بتشتغل بيه، فانت هتحتاج الاي بي اي وهتحتاج الام في سي. فانت هتشتغل بالاثنين، ده في مشاريع معينه وده في مشاريع معينه. طبعا الاي بي اي احسن بكتير بس هو الاصعب، فلو مشروع صغير وبسيط فبتعمله بالام في سي فبيكون افضل. فانت كده خدت نظره سريعه على البرمجه من فوق، وشفت الدنيا ماشيه ازاي في اي موقع انت بتشوفه على جوجل. فانت كده عرفت الدنيا ماشيه ازاي، وعرفت اي موقع بتشوفه على جوجل هو متنظم ازاي، وعرفت ان الاشكال اللي بره اللي ظاهره قدامك دي حاجه، والحاجات اللي بتتم، العمليات اللي بتتم اللي انت ما انتش حاسس بيها، مجرد بتكتب كلام وتدوس انتر وتتم عمليه معينه، ده كله بيحصل مواويل عشان يوصل لك وعشان يحصل الموضوع ده حتى لو آلة حاسبة.
فالحوار ده بيتم بكل الخطوات دي، بياخد كل الخطوات دي عشان يوصل لك في الاخر الناتج بتاع الرقمين اللي انت عايز تضربهم في بعض. فاتمنى تكون استفدت من الفيديو ده وفهمت الفكره اللي انا عايز اوضحها لك. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك على الفيديو ده، وتعمل لي كومنت برايك في الفيديو لو عايز حاجه معينه اتكلم فيها الفيديو الجاي. مستني رايكم. سلام.